القضية بتاعت مرتضى منصور قضية أخلاقية، ويعني بين اتنين ليهم مناصب عليا في الناديين الزمالك والأهلي. طبعا ما بين الاتنين كان في استفزازات وحاجات زي كده، بس الجانب اللي هو بتاع الزمالك اللي هو مرتضى منصور يعني وقع في الغلط من الناحية اللغوية وأنواع الشتايم. واضح إنه هو تعدى الحد اللي هو ممكن يفوت يعني. فلا الخطيب فوته، ولا النادي الأهلي فوته، ولا القاضي فوته. لو كان مرتضى منصور مظلوم كان القاضي طلعه بمجرد يعني ما يكتشف ان هو مظلوم. انما هو واضح ان هو يعني غلط وتعدى الحدود وخد عقاب مخفف، لان في جزء مع ايقاف التنفيذ وفي جزء بسيط للتنفيذ وهو شهر. بس طبعا شهر حبس او كلمة حبس لوحدها بالنسبة لمرتضى منصور كلمة كبيرة جدا جدا، ممكن تحوله إلى إنسان مهدود حيله مكتئب يطلع منتهي، يا إما تحوله إلى حاجة شرسة تطلع تطيح في الدنيا كلها. يعني خلاصة الموضوع إنه مرتضى منصور لما اتكلم براحته قوي وشتم وعمل وكده، مش بس ظلم معاه الخطيب او النادي الاهلي، يعني هو ظلم نادي الزمالك وطبعا ظلم نفسه. بس يعني نادي الزمالك هو الضحية، نادي الزمالك هو الضحية. دلوقتي احنا سمعتنا في مصر كنادي وفي الدول العربية وفي الدول الأفريقية وفي دول شمال أفريقيا وفي دول العالم، لأنه كل حاجة بتترجم والناس دلوقتي بتدخل على الإنترنت وتدوس على زرار كده تترجم الكلام اللي بيتقال. الزمالك اتهان وتاريخه اتدنس بفعل شخص عابر. انظروا إلى التاريخ وشوفوا كم واحد من سنة 1911 الناس كلها محترمة، اللي أسس النادي واللي جه بعديه واللي جه بعديه. وبعدين النادي ده كان حبيب الأمراء والملوك في العهد الملكي المصري، وكان بصفة خاصة حبيب وزير الدفاع، وبصفة خاصة جدا حبيب الملك فاروق، وبعد كده حبيب المشير عامر، وبعد كده حبيب طنطاوي وحبيب. يعني نادي كان عدد كبير جدا من المشاهير، منهم عبد الوهاب ومنهم ام كلثوم ومنهم ليلى مراد وفريد الأطرش وغيرهم. انا مش بستعرض يعني عظمة الزمالك، يعني هو مش محتاج مني ان انا استعرض، ولكن اللي محتاجه ان انا اوريكم مدى الاساءة اللي حصلت لنادي الزمالك بسبب مرتضى منصور، مش بسبب الخطيب. هو كان بيقوم الزملكاوية على الخطيب، وكان ما كنت اكلم واحد زملكاوي اعتبره زملكاوي عادي يعني، كان يقول لي الخطيب ده هو السبب، الخطيب ده ابن لذينه، الخطيب ده بيعمل مش عارف ايه، والخطيب ده بيعمل ايه. انا ما صدقش. انا زملكاوي حضرت الاهلي قبل ما يجي الخطيب، وسمعت عن الخطيب في نادي النصر قبل ما يجي الاهلي، وشفته اول مره في حياته لعب، واول مره في حياته اشتهر، وكان محبوب جماهير الاهلي، وكان بالنسبه للزمالك دايما المنافس المرعب. انما اخلاقيا كان هايل جدا. لما جمهور الاهلي غلط في حسن شحاته وقل ادبه على حسن شحاته كنوع من التشجيع الحماسي الغبي شويه، محمود الخطيب خد حسن شحاته من ايده
وراح لجمهور الاهلي وقال لهم اوعوا تاني مره تغلطوا في الراجل ده، ده كابتن الزمالك وكابتن مصر. فسكتوا بطلوا. كان الخطيب بيدعو للسلام والاحترام، فاترسخ عندي الاحترام ده، الفكرة دي انه ده محترم. وعلى العكس اترسخ عندي فكرة عدم الاحترام عند الجانب الاخر اللي هو دلوقتي في السجن، لانه ما سابش حد الا لما شتمه. يعني انا قلت قبل كده في كذا فيديو انه انا اخر واحد ممكن يشمت، وانا متضايق جدا جدا. عشان تصدقوني انا متضايق جدا ان هو يتسجن، لان انا بشوفه ان هو بني ادم ومصري ودلوقتي في حالة يعني تعب نفساني وقهر. فالرجولة والشهامة إن أنا ما أفرحش أبدا ولا أشمت. أنا بس غصب عني لازم أفهمكم الباك جراوند أو الخلفية بتاعة اللي حصل، لأنه هو المتسبب، هو اللي أساء لنفسه، أساء لنادي الزمالك وأساء للأهلي أو أساء للخطيب. وبعدين المحكمة دي عقاب، وعقاب يعني مش قوي قوي، بس هو مرتضى منصور انا فاهمه من النوع اللي ما بيستحملش كلمه واحده، كلمه، فما بالك بقى 30 يوم سجن. يعني هيبقى حالته النفسيه وحشه جدا. مرتضى منصور اعتدى لفظيا ومعنويا وادبيا على جميع الزملكاويه اللي لعبوا في نادي الزمالك واللي دربوا نادي الزمالك بدون استثناء، وفي مناسبات مختلفه، منهم طبعا يعني او اشهرهم حازم امام وحسن شحاته وميدو، وكمان مؤمن سليمان ومحمد حلمي وطارق يحيى وخالد الغندور وجمال عبد الحميد وعدد كبير جدا جدا من اللعيبه والمدربين، اللي هو اي حد يقول كلمه واحده يدخل فيه يشرشح له ويشتمه ويهينه. وبالذات بقى الاعلاميين، يعني ما خلاش شوبير، مدحت شلبي، اخير ده اللي هو انا ما بفتكرش اسمه قوي، يعني ابراهيم فايق، انا اسف يعني هو جديد، يعني هعمل ايه، انا ذنبي ايه؟ وخالد اي حد يطلع يقول كلمه يمسكه، اي مخلوق يطلع يستضيفوه في حلقه ويجيب سيره حد ولا يقول حاجه كده ولا كده ولا ينتقد المدرب الزملكاوي او يبهدلوا يشتموا. كل دي قضايا الناس تنازلت عنها. حازم امام يعني ابن حماده امام، وحماده امام ابن يحيى امام اهم مليون مره في تاريخ الزمالك من واحد زي مرتضى منصور، موظف عايز يوصل لاي منصب علشان يتحكم فيه في الناس، بس عايز يبقى في مجلس الشعب، عايز يبقى رئيس نادي الزمالك، عايز يبقى رئيس اي حاجه، نفسه يبقى اي حاجه، عنده مطامع شخصيه ملهاش اي علاقه بانجازات نادي الزمالك. كل اللي بيعمله نادي الزمالك هو مجرد حاجات تضيف ليه، هو عايز بس يبقى يقول شفتوا انا كويس، انا جدع، انا حلو، انا مش عارف ايه. انما مش زملكاوي، مش كيف زملكاوي، ما اشك ان هو يكون اصلا بيشجع الزمالك. فكونك تعمل عمله كبيره زي دي تسيء بيها تدخل السجن وانت رئيس مجلس اداره، حصلت امتى دي؟ احنا بقالنا 100 سنه في الزمالك، 100 سنه حب. رؤساء نادي الزمالك كانوا بشوات، كانوا امراء، كانوا ملوك. يعني من الباطن كده الملك فاروق ده كان رئيس نادي الزمالك من الباطن، لان هو اللي كان بيقول اعملوا ايه ما تعملوش ايه. وبعدين تيجي انت جاي ازاي كده، جاي ازاي كده؟ وبعدين بتهين الناس كلها واهنت كهربا وحاولت تقعد تلعب بيه يمين وشمال عشان تشخشخه، يعني فلوس هنا وفلوس هنا، يطلع هنا يجي هنا. الواد قال ستوب مش عليا، انا عندي نادي ممكن يعزني، وحصل. يعني كهربا راح الاهلي وهو اصلا كان المفروض يفضل في الزمالك ببساطه كده. انت ازاي تسيب ابنائك يروحوا يلعبوا عند الخصم؟ ازاي تسيب ابنائك يبقوا عرضه ان هو اشاعات ان امام عاشور مش عارف يروح الاهلي، اشاعات ان مصطفى فتحي ممكن يروح الاهلي، اشاعات ان طارق
ايه المخاطرات دي عشان ايه؟ وتروح تبدل لعيبه حلوه بلعيبه وحشه، وبعدين تطينها انك انت بتقعد تفرد برامج كامله في قناه الزمالك للعداء وللتريقه على طوب الارض، ابتداء من الخطيب وانتهاء باي واحد ملوش اي قيمه. تلاقي نفسك عمال تستغل قناه الزمالك دي في الايذاء وفي التريقه، وجنبيك صف قاعد الناحيه دي وصف قاعد الناحيه دي، زي اللي قاعدين في عزا يعملوا كده طول ما انت بتتكلم. فهي دي حقيقه الامر. حقيقه الامر ان احنا كزملكاويه اولا مكسوفين من اللي انت عملته، خجلانين من اللي انت عملته، متبرئين من اللي انت عملته، ومتبرئين منك. انا لغايه وقت قريب كنت قاطع نهائي ان انا اتكلم عن نادي الزمالك كله بسببك. دلوقتي انت اتشلت من مجلس اداره، فانا رجعت اتكلم تاني عن نادي الزمالك. نادي الزمالك غرق، مش بقى زي ما بيقولوا الاعلاميين الدبلوماسيين قوي اللي هم لطاف قوي يقول لك هيغرق. لا، غرق غرقه منيله. عايز طوق نجاه وعايز حبل تخين تشده، معرفش ازاي هتشد. وظلمت شيكابالا وتاريخ شيكابالا، تاريخ شيكابالا اللي مفيش لعيب في مصر عمل تاريخ زيه. بيلعب من ايام ما كان بيبي صغير، وانجازات ايه وجوان ايه وتمريرات ايه وفيديوهات ايه اللي على شيكابالا. وبعدين تيجي في الاخر تحطمه وتخليه ينزل يتغلب من ده وينزل يتغلب من ده وينزل وهو كابتن، عشان البلبله اللي حاصله، وبلبله الراجل المدرب، ولخبطه التشكيل، ولخبطه الصفقات. بالقضيه مش قضيه شهر سجن يعني. بصراحه انت ما يكفيكش مليون سنه عزل مش سجن. انا ما اتمنالكش تتسجن ولا يوم واحد، انت زي اخويا، وانا يصعب عليا اشوفك متحطم، يصعب عليا اشوف واحد في السجن، ولكن يلزمك 100 سنة عزلة عن كرة القدم وعن نادي الزمالك، لأنك أسأت لنادي الزمالك، أسأت وما احترمتش، زي بالظبط اللي ما بيحترمش البدلة اللي بيلبسها. انت ما احترمتش نادي الزمالك اللي انتخبك وأيدك، وأصبحت تغامر باسمه وتتخانق وتشتم، ومش وأم وذكر ومش ذكر، كلمات غريبة جدا وألفاظ غريبة جدا استحدثت في المجال الكروي، وهي ملهاش علاقة بالمجال الكروي. الحاجات دي مش بتاعت الكورة، مش بتاعت الرياضة، مش بتاعت الجيل اللي لسه طالع بيحاول يتعلم الرياضة. يلاقي مفيش الا الام ومفيش الا الاب ومفيش الا الذكر ومفيش الا النتايه. حاجه يعني مش معقوله. فسبحان الله، ربنا اوقف النزيف ده، وان شاء الله على خير لما تطلع تزهد في الحياه وتبتعد تماما عن المجال الرياضي والمجال الوظيفي، لانك غير مؤهل حاليا انك انت تقود نادي الزمالك. انت دلوقتي عندك سبقة وعندك فشل اجتماعي وسياسي، لان انتهى بيك الامر انك انت اتسجنت. لو انت انسان ناجح ما كنتش تتسجن، كنت تفضل عزيز. ده الذكاء والنجاح هو كده، تفضل دايما عزيز، زي اللعيب الحلو اللي بيحاولوا يرقصوه ينط من فوقيهم، ما بيدخلش زي البتاع كده ويتضرب ويكسروا له رجله، بيبقى واخد باله على نفسه. انت ما خدتش بالك على ادارتك، ما خدتش بالك على جمهورك، ما خدتش بالك على ناديك، وما خدتش بالك على نفسك. دخلتنا كلنا، لبستنا في الحيطة في أسوأ حدث في العام الأخضر اللي احنا فيه ده، لأنه بدأ بداية حزينة لنادي الزمالك عام 23 ده 2023، زي زلزال تركيا كده، زلزال الزمالك من كله. نتائج زفت، والدوري راح، ولا افريقيا راحت، والكاس هيروح، واللعيبه بقت
اي كلام، وبعدين انتهت برئيس النادي في السجن. يا عم حرام عليك بقى، حرام عليك بقى، فوق بقى، اقرا بقى شويه كده جوه السجن، وافتكر ربك، وافتكر اخلاق الانسان.